الو 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 سنه اولى معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشني قوي 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 قوي. وانا عارف النتيجه ظهرت امبارح بالليل. انا الفيديو ده موجه لسنه اولى. حقيقه انا فخور بيكم جدا 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 ايا كانت النتيجه. اهم حاجه ان انتم عملتم اللي عليكم، لانه الامتحان الحقيقي اللي الواحد لازم دايما يبقى فاكره هو الامتحان يوم ما الانسان هيسيب الحياه دي. هي الحياه دي كلها هي المذاكره. فمش معنى انه مثلا في ماده في درجه نقصتها مش عارف ايه بتاع كده يبقى خلاص. لا، الامتحان هو امتحان ممتد، والحياه بتاعتنا كلها الحياه كلها على من اول ما واحد بيتولد لغايه لما اخر سنه من عمره. هو ده المذاكره والتحضير للامتحان الحقيقي. من بعد ذلك الانسان يبص اللي هو انا عملت ايه في الحياه. فلو انا ذاكرت كويس في الحياه وقتها ايه باذن الله تكون نجحت في الامتحان. لو انت اهملت في حياتك ومذاكرت فاتمنى ده ما يحصلش خالص باذن الله. في لسه فرصه للانسان يغير كل اللي حصل، يعني كل اللي فات، ويقدر ان هو قدامه فرصه كبيره جدا. فعلى ذكر الفرصه، فانا بعمل فيديو عشان اقول اللي جاي نسال سؤال ونجاوب عليه، وهو يعني انا دلوقتي يعني هل لو انا يعني كنت لبخت الدنيا خالص في الترم الاولاني ده ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني هل انا لسه في الامتياز بلعب في الامتياز، لسه بلعب في الجيد جدا وممكن انا اتخرج بجيد جدا وامتياز، ولا الدنيا باظت ولا مش عارف ايه؟ فهو ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه. فكنت انا بقول انه انا فخور بيكم بغض النظر عن النتيجه. اهم حاجه انتوا ذاكرتوا عملتوا عليكم، لان هو انتوا مش هتتخرجوا مش هتشتغلوا بالدرجه. هنقول احنا معانا الدرجه دي، خد الدرجه. جيد جدا، خد اصل امتياز دي مش كلمه سر، مش الباسورد اللي هتدخلها مثلا فهتفتح لك كنز علي بابا. لا، اللي انت عملته عشان توصل للامتياز، انت عملته عشان توصل جيد جدا. فانت ممكن تكون مثلا عملت مجهود وكده، بس انت ما كنتش مثلا عارف تعمله كويس قوي، بس انت اكتسبت مهارات واكتسبت خبرات وفهمت الماده مش عارف ايه، بس سؤال جه صعب بس مش عارف ايه، فانت ما تبقاش فاهم. بس اهم حاجه انك انت ما تحسبهاش كده، يعني دي بتاعت ربنا، النتيجه بتاعت ربنا. اللي عليها ده المجهود ده هو يعني ده اللي احنا المفروض فعلا نتسال عليه. فاهم حاجه انك انت تكون ذاكرت وعملت اللي عليك كويس. تمام. فعشان كده انا بقول لك انك انت، انا فخور بيك. عارف لو انت جبت مجموع عالي وما كنتش عملت اللي عليك انا مش فخور بيك. ايه رايك؟ انا مش فخور بيك لما ما ذاكر واعمل اللي عليك واجتهد عشان تحس انك انت يا سلام انا عملت اللي عليا. فاهمني؟ اصل انت مش هتعيش غير مره واحده، فخلينا واقعيين يعني. فلازم تخرج كل الطاقات اللي عندك وكل الجمال اللي عندك خلاص، علشان خاطر بعد كده تقول ايوه هي دي حياتي. ما تقولش لا اصل ده مش مستوى. لا، هو حياتك مش هتتعاد من غير مره واحده، عكس بعض المواد اللي ممكن تتعاد تاني. وهو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه. في الاول انا حابب اقول الف مبروك للناس اللي جابت جي بي اي عالي ومجموع عالي وطبعا بمجهودها. وبالنسبه للناس اللي جابت مثلا يعني جي بي اي مثلا متوسط، او مثلا لا قدر الله جابت اف في ماده او في مادتين او ثلاثه، الله اعلم. فعايز اقول لكم ان احنا هنجاوب دلوقتي على سؤال ايه اللي هيحصل. اللي انتوا قلقانين منه. هل يا ترى هطلع سنه تانية عادي؟ هعمل الترم الجاي؟ هعمل الترم اللي فات؟ هعمل مش عارف ايه؟ الحاجات دي هنجاوبها بمنتهى البساطه. انا هجاوب لكم على سؤال بسيط جدا 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 خلاص، وهو سؤال عام كده اللي هو ايه يعني ما فيش هيحصل اسوأ من كده. فانا عايز اطمنكم مبدئيا. دي الآلة الحاسبة. تمام. مش عارف هي، ايوه هي كده باينه. دي الآلة الحاسبة. و احنا عندنا عشان نتخرج مكتوب على موقع الكليه بتاع الويب سايت نفسه، دخلت تلاقي لازم تتخرج ب 142 ساعه. فاحنا عندنا 142 ساعه، وكل ساعه عندنا باربع نقط. تمام. فانت الموضوع برضو مشابه برضو للثانويه العامه. لو انت فاكر برضو كنت انت يبقى عندك 410 درجه او عندك 100%، وال100% دي بتعادل 410 درجه، ان لكل 1% بتعادل 4 درجات وكسور بسيطه قوي. فانت الموضوع برضو انت عديت عليك قبل كده. فاحنا عندنا 142 ساعه، كل ساعه باربع نقط. فاحنا لو احنا حسبنا كده خدنا 142 ساعه في 4 تدينا كام؟ تدينا 568. تمام. طيب ال 568 دي
يعني هي دي اعلى حاجه انت ممكن تجيبها، دي اللي هي مثلا 410 درجه كان عندك في الثانويه العامه. تمام. طيب نفترض انك انت ايه لبخت الدنيا الترم ده، نفترض بص مش لبخت الدنيا، انت ما جبتش اصلا، فاهم؟ انت جبت، فاهمني؟ يعني نفترض ده افتراض صفر في كل المواد، فاهم؟ ده اسوأ حاجه، اول ترم في الكليه ليك، خلاص. فانت خدت مثلا كام، 17 18 ساعه 19 ساعه. فبص يا سيدي انا هقول لك، انت نعتبر خدت 19 ساعه عشان بص تشوف انا كريم. ف 19 ساعه دول وكل ساعه قلنا بنقطه، فهندرجين 19 في 4 فهتدينا 76. 76 دي هنقوم منقصينها بقى من الكام، من 562. ما احنا بنقول نفترض ان انت جبت 76 صفر من 76 خالص، ما جبت، فوقتها هيتبقى لك كام تقدر تجيبه. فهنقوم منقصين 78 هتدينا كام؟ تدينا 490. 562 ناقص 78 تدينا 490. طيب هنقوم بقى 490 دي هنقوم قسمينها على 568 وهنضربها في 4 علشان خاطر يطلع لنا الجي بي اي، وهو اللي انت لو انت عارف، اللي انت لو انت لا قدر الله يعني كنت جبت اف في كل مواد الترم ده تقدر تجيب لسه 3 الجي بي اي ده. ثواني كده، ايوه 3.4 3.4 و5 يعني 3.45 يعني داخل كام في 3.5 واصلا الامتياز من 3.6. فاللي هو انت تخيل انت لما جيت كنت يعني شلت كل مواد الترم ده كنت لسه برضه تقدر عندك فرصه انك انت تجيب امتياز، او يعني خلينا نقول تتخرج بجد جدا لو انت قفلت كل المواد الجايه. بس ده طبعا لو انت يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اشيل مواد جوه واسيبها، انت بتشيلها، فاهمني؟ هي يعني ترجع لها تاني، فلا هي مسؤوليه لازم، فاهمني؟ تخلص منها، لازم تتخرج بيها تنجح فيها وتجيب فيها تقدير عالي. فمثلا خليني اقول لك ايه، انك انت لو لا قدر الله جيت في ماده اف نفترض يعني، فانت هتاخدها تاني، تمام؟ اعلى حاجه هتجيبها هتبقى سي بالظبط، اعلى حاجه هتجيبها هتبقى فيها سي، والسي دي بتعادل يعني تقريبا كده اللي هو ايه، اللي هي جيد جيد متوسط كده، اللي هي انا مش فاكر قوي الرقم، ولكن اللي هي يعني هتبقى اللي هو مثلا اللي هو مثلا سي دي اعلى حاجه، يعني انت مثلا جبت 100% من الماده اللي انت كنت جايب فيها اف، فهترجع تاني ل سي دي اللي هي حاجه و70 71 72 73 حاجه زي كده. فاللي هو طب ليه؟ ما عشان كده من الاول بقى اللي هو طب ليه انا اجيب مثلا انجح تاني في اقطع تاني في الماده اجيب فيها 100% واثنين والدرجه تظهر لي كانها سي، يعني تبقى عشان خاطر انت خدتها تاني مره. فعشان كده بعد كده اي ماده جديده انت عندك فرصه انك انت تقفلها، فليه ما تقفلهاش؟ ليه يعني اول مره تاخدها فانت عندك فرصه انك تقفلها، تجيب فيها ايه؟ تجيب فيها من 95 لغايه 100%. ليه؟ فبعد كده خلاص اي ماده تاخدها تجيب فيها ايه؟ ما اسمعش خالص اجيب فيها بي ماينس، تحاول، انا ما قلتلكش انك انت ده اجباري، بس انت تكون ده هدفك ان انا عايز اجيب اقفلها، تمام؟ فانت لو في ماده جبت فيها اف خلاص، فانت تقدر انك انت لو عدتها تقدر تجيب فيها سي. لو ماده جبت فيها دي مثلا سي ماينس، فانت تقدر وقتها انك انت اعلى حاجه تجيبها هتبقى بي، ولكن هيبقى اسمها تحسين. انت عندك 15 ساعه تحسين، او بما يعادل 5 مواد تحسين، 5 مواد تقدر تحسنهم طول الكليه. فانت لو سمحت خلاص، انت يعني نفترض انك انت بهدلت الدنيا خالص الترم ده في 6 مواد، فانت يعني عندك 5 مواد تقدر تصلحهم، بس بشرط انك انت تكون جايب ايه مثلا، يعني دي سي ماينس سي بلس، عشان لما تيجي تحسن توصل لغايه بي، فاهمني؟ تكون جايب بي ماينس تحسنها لغايه بي، بس فاهمني اللي هي قريبه قوي، فهيبقى اللي هو بتعيد الماده علشان خاطر كسور. فهات من الاول ايه وريح نفسك خلاص. طبعا الموضوع مش يعني موضوع صعب انا عارف، بس مكان فيه اللي هو حاول دايما تتعب تدي جهدك، لانك انت اول مره تبقى احسن مره، وخلاص انت مش هتعيش مع حياتك غير مره واحده خلاص. بس فاحنا كده قلنا ان في حاجه اسمها تحسين، ان انت تعين ماده. طب دلوقتي افترض مثلا انا في ماده انا جبت فيها اف وعايز احسنها، هعمل ايه؟ هتنجح فيها وبعد كده تقوم تحسنها، هتاخدها مرتين كمان عشان تجيب فيها بي، عشان توصل على حاجه فيها بي. فارجوك بعد كده المواد الجايه خلاص هات فيها على طول ايه من الاول، ايه ماينس بي بلس يا سيدي خلاص. فانا حبيت اقول لك اهو ان انت لسه تقدر تحسن مثلا في، بس طبعا ما تحسنش دلوقتي لسه، ده موضوع ان هو لو موضوع على التحسين،
تمام. ولكن بالنسبه طبعا للاعاده، فطبعا انت محتاج انك انت تعيد المواد اللي انت جبت فيها اف، وهنشرح ده بالتفصيل في استنى ايوه هو هنا. دي المواد طبعا عذرا على خطي، دي المواد بتاعت المستوى الاول. عندنا مواد 3 ساعات، مواد ساعتين، ومواد ساعه واحده. طبعا كده وواحد ساعه، فاهمني؟ تحس ان انا هندي في نفسي. 1 ساعه، 2 ساعه، فاهمني؟ ف المهم عندنا هنا ايه المواد ال3 ساعات. عندنا السياسه 1 وبتفتح سياسه 2، يعني عشان تنجح في سياسه 1 لازم تنجح في سياسه 2. قصدي عشان تنجح في عشان تاخد سياسه 2 لازم تنجح في سياسه 1. واحصاء 1 تفتح احصاء 2، اقتصاد كلي واقتصاد جزئي. الاثنين عادي يعني فرضانيين، مش لازم انك انت تنجح في اقتصاد كلي عشان تاخد اقتصاد جزئي. وعندك رياضيات، وعندك اس سي 1 تفتح اس سي 2، واداره تفتح اداره عامه. ده بالنسبه للمواد ال3 ساعات. بالنسبه للمواد الساعتين فعندنا قانون وريدنج او قراءات. بالنسبه للمواد الساعه عندنا نظام سياسي مصري ونظام اقتصادي مصري وتفكير نقدي ورياده اعمال. وبالمناسبه تفكير نقدي ورياده اعمال على ايامي كانوا من غير درجات، كانوا مثل التربيه الوطنيه كده، يعني كانوا بره المجموع. ونظام سياسي مصري ونظام اقتصادي مصري كانوا ب اسمه ده كانوا ب ساعتين. فهم راحوا خدوا ساعه من هنا حطوها هنا وساعه من هنا حطوها هنا، وبقى كل ال3 مواد دول بقوا بكل واحده فيهم ساعه، عشان خاطر يعني تهتموا وايه وتحاولوا تجيبوا فيهم تقدير كويس. تمام. فاحنا كان عندنا المواد دي يعني كلها هي مواد اصلا انت ممكن يعني مش مهمه قوي، يعني مش لازم، مش مالهاش علاقه بالتخصص. وانا هنا بقول مهمه او مش مهمه، بتكلم عن ان هي هل مواد مرتبطه بشروط التخصص ولا لا. فهي مواد مالهاش علاقه بشروط التخصص. تمام. ولكن المرتبط بقى بشروط التخصص ايه؟ انك انت مثلا تخصص سياسه محتاج تنجح في سياسه 1 وسياسه 2 وتاخد قانون. هي القانون دي الماده الوحيده اللي في ساعتين اللي بتدخل من شروط التخصص. عندك احصاء وعندك احصاء 2، عندك احصاء وعندك احصاء 2 والماده والاس اس سي 1. ال3 مواد دول عشان برضه تتخصص احصاء تكون ناجح فيهم. اقتصاد كلي واقتصاد جزئي ورياضيات دول محتاج انك انت تنجح برضه فيهم عشان خاطر تتخصص اقتصاد. ولكن لو انت لا قدر الله جبت اف في اقتصاد مره، حتى لو انت اخدت تاني ونجحت فيه فمش هينفع تتخصص اقتصاد. ولكن لو السياسه مثلا جبت فيها اف وعدتها عادي ينفع تتخصص سياسه. ونفس الكلام في الاحصاء. فخلينا يعني ايه نقول مثلا انك انت نفترض مثلا انك انت مثلا ايه اسمه ايه ده جبت مثلا اف مثلا في السياسه 1 مثلا. هتعمل ايه؟ هتاخد سياسه 1 الترم الجاي، وفي حاجه اسمها سمر كورس. ده اختراع حلو، بيبقى عباره عن انك انت بتاخد اقصى حاجه مادتين في الصيف. فانت محتاج انك انت زي ما قلت لك تاخد سياسه 1 وسياسه 2. فمحتاج انك انت تاخد سنه 2 في السمر كورس بحيث انك تدخل السنه اللي بعديها خلاص وانت ايه مستوى، تبقى داخل مستوى تاني متخصص سياسه. طب زي على ذكر المستوى التاني، هو القلم راح فين؟ ايوه. على ذكر المستوى التاني، انا دلوقتي لو انا عايز اتخصص يعني انا عايز اطلع مستوى التاني. انا دلوقتي مش عارف، دلوقتي شلت ماده مادتين 3 وانا دلوقتي كده هتخرج في معادي ولا مش هتخرج في معادي ولا هعمل ايه؟ انا مش عارف دلوقتي. هل دلوقتي يبقى اسمي سنه ثانيه السنه الجايه ولا يبقى اسمي سنه 5 ولا 7؟ انا مش فاهم. بص يا سيدي، انت عشان خاطر تطلع على مستوى تاني في العموم لازم على الاقل حد ادنى يكون معاك 26 ساعه. بمعنى انك انت تكون مثلا احنا قلنا ان انت تقدر تاخد 6 ساعات في السمر. فانت نفترض مثلا انك انت كنت ايه شلت، بس طبعا مفيش حد هيشيل كل المواد، يعني مفيش حد هيشيل 6 مواد من 6 مواد يعني الترم ده. بس خلينا نفترض ان في انت شلت نجحت في ماده وشلت الباقي الخمسه. فانت كده يكون مثلا معاك ساعتين 3. هتاخد مثلا ايه الترم ده تاخد جدولك وتنجح فيه باذن الله وتسترجل وتجيب ايه او تجيب يعني 100 من 100 في كل مواد. فوقتها ايه هيبقى مثلا معاك 18 مثلا ساعه مع ساعتين مثلا كمان، فيبقى معاك مثلا 20 ساعه مثلا. وهتاخد سمر كورس مادتين، فانت ايه هتلحق انك انت يكون معاك مادتين ب6 ساعات، فيبقى انت معاك 26 ساعه. فده الحد الادنى. لكن الطبيعي انك انت تكون طالع مخلص سنه اولى دي انك تكون مخلص مثلا 32 ساعه كحد ادنى. مثلا تكون مثلا معاك 32 ساعه 33 ساعه 34 ساعه هكذا. واصلا المواد دي كلها بالمناسبه بتعادل 41 ساعه. هتقولي ازاي؟ هقول لك ما هو انت في مواد تتبقى لك من المستوى الاول تاخدها في عادي في اول ترم، في ثانيه ثاني ترم، في ثانيه. ده غير طبعا المواد لو لا قدر الله كنت جبت فيها ايه، فاللي هو انت عندنا مواد كتير لازم نخلصها. فيا ريت لو سمحت تاخد ماده بعد كده تجيب فيها ايه على طول. خلاص تسعى انك تجيب فيها ايه
خلاص. فعندنا 26 سنه يكون الجي بي اي بتاعك هو ايه اللي حصل؟ ماشي، جي بي اي يكون يعني 1.8/4. مش عارف باين ولا، بس المهم انت لازم تكون جايب جي بي اي 1.8/4 على الاقل. طبعا ده مش جي بي اي اصلا يعني، بس ده على الاقل، وتكون معاك 26 ساعه. فاللي بكلمك فيه اللي هو لو ايه، فاهمني، اول ترم خلاص، فاهمني اللي هو يعني الدنيا جت خلاص عليك خلاص، فانت لسه في امل انك انت على الاقل يعني تكون نجحت في ماده الترم ده، تمام، و26 ساعه حد ادنى، والجي بي بتاعك تكون 1.8. وده طبعا يعني ده اي حد يجيب الجي بي اي ده يعني ده ابسط حاجه عشان تعرف تتخصص كويس يعني، عشان مش هتعرف عشان تعرف تخصص يعني، تمام. بس وزي ما قلت لك سياسه 1 سياسه 2 وقانون تنجح فيهم عشان تتخصص سياسه، واقتصاد كل جزء تنجح فيه، والرياضات تنجح فيه عشان تتخصص اقتصاد. وما ينفعش تسقط في اقتصاد كلي او جزئي خالص عشان تبقى عايز تخصص اقتصاد. وعندك اس اس سي 1 واحصاء 1 واحصاء 2 علشان خاطر لو عايز تتخصص احصاء تكون ناجح فيهم، تمام. طيب ايه هي؟ قلت لك ان المواد اللي بتفتح مواد الاداره بتفتح اداره عامه، اس اس سي 1 بتفتح اس اس سي 2، احصاء 1 بتفتح احصاء 2، سياسه 1 بتفتح احصاء 2. يعني انت دلوقتي لو انت نجحت الحمد لله باذن الله يعني جبت تقدير كويس، يا رب تكون كده يا رب، انا متاكد واثق فيك، جيت في الاداره مثلا جيت فيها ايه، جيت فيها بي بلس يعني، جيت فيها تقدير كويس ونجحت فيها يعني، او حتى نجحت فيها يعني على الاقل، فهتاخد الترم الجاي بنسبه كبيره اداره عامه. لو انت ما خدت اس اس سي 1 هتاخد الترم الجاي بنسبه كبيره اس اس سي 2. لو انت اسمه ايه ده نجحت في السياسه 1 هتاخد اكيد سياسه 2، لان السياسه والاحصاء والاقتصاد دي المواد الرئيسيه في ثلاث مواد رئيسيه في كل ترم في سنه اولى. اول ترم اقتصاد كلي سياسه 1 واحصاء 1، وثاني ترم سياسه 2 واحصاء 2 واقتصاد جزئي، دول الاساسيين. بالاضافه بقى بيبقى جنبهم 4 مواد كده. فممكن بقى ايه تكون خدت انت اول ترم مثلا اس اس سي 1 تاخد ترم اس سي 2، ممكن خدت مثلا اول ترم رياضيات فتاخد مثلا بعد كده مثلا ريدنج، على حسب مثلا تاخد نظام سياسي تكون مثلا خدت اداره فتاخد اداره عامه، ممكن مثلا تكون خدت اداره وتقوم ما خدتش اس اس سي تقوم واخد اس اس سي الترم اللي بعده، واداره عامه تتاجل لغايه الترم الاولاني بتاع سنه ثانيه على حسب، او اس اس سي 2 يتاجل الترم الاولاني بتاع سنه ثانيه، او مثلا ممكن تاخد نظام اقتصادي مصري ونظام سياسي مصري واس اس سي 2 او اداره عامه تاجل الترم الثاني بتاع سنه ثانيه على حسب. فاللي بكلمك فيه ايه المواد الاساسيه اللي انت تكون مخلصها هي اللي انا قلت لك عليها دي، وانك انت تكون مخلص يعني 26 ساعه على الاقل، تمام. وما بين 26 و 32 ساعه، يعني 32 26 ساعه ده هو الافريج، تمام، علشان خاطر تكون يعني ماشي في السليم. وطبعا في تفكير نقدي ورياده اعمال كل دول بساعه يعني، انت فاهمني طبيعي هتاخد منهم ماده برضو الترم ده رياده اعمال، ممكن برضو تاخدها نظام سياسي نظام اقتصادي كده على حسب. المهم فيعني اتمنى تكون فهمت، اتمنى اكون عرفت اشرح. بصراحه الامكانيات بتاعتي مش مساعده قوي ان انا الكاميرا والميكروفون ومش عارف ايه يعني انا عايز اقوم بصراحه، عايز يعني المونتاج ومش لاحق ان انا يعني انا عايز اعمل فاهمني اللي هو ايه عظمه في الفيديو، بس انا محتاج انزل فيديو بسرعه علشان خاطر تلحق تفهم الدنيا ماشيه ازاي. فزي ما قلت لك انت مثلا لا قدر الله مثلا جبت اف في السياسه 1 فمش هينفع تاخد سياسه 2، فهتاخد سياسه 1 في السمر في الترم الثاني على طول هتعيدها تاني، فابدا ذاكر منها دلوقتي، الكتاب معاك ابدا ذاكرها دلوقتي، وهتاخد سياسه 2 في السمر كورس. لو مثلا احصاء 1 هتاخد ايه احصاء مثلا 2 ليه في السمر كورس تاخد احصاء 1 الترم الجاي. اقتصاد كلي لو انت مثلا جبت في اف فانت مش محتاج يعني تاخده الترم اللي بعده، لو ما بينزلش تاخد اقتصاد جزئي وتاخد مثلا اقتصاد كلي سمر كورس. والرياضيات محتاج انك انت مثلا يعني حتى على الاقل تاخد سمر كورس مش انت تاخد الترم اللي بعده عشان لو عايز تخصص اقتصاد، فاهمني. مثلا اس اس سي 1 اس اس سي 1 دي برده لو انت يعني فاهمني برده ما حالفكش حظ فيها برده تاخدها الترم الثاني. وبرده اداره تاخدها برده الترم، بس مع العلم ان الاداره في الاغلب ما بتنزلش يعني ايه سمر كورس، ما بتبقاش متطلبات التخصص. فلو انت مثلا يعني عايز فيستحسن انك انت تاخدها في الترم الثاني لو انت ايه لسه ما عدتش منها او لسه ما خدتهاش اول مره تاخد اداره. و الريدنج مش هتضر يعني مش يعني لو مثلا جيت فيها درجه قليله او درجه عاليه او مثلا او جيت فيها اف او كده مش هيفرق قوي، لانها مش بس انت طبعا تعيدها
تمام. وخلينا نحسب بقى، انا دلوقتي قلت لك ايه، لو انت اصلا كنت جايب في كل المواد انت خدت الاولاني اف، لسه هتفضل في الجيد جدا. بس نفترض مثلا انك انت ايه، اسمه ده، كنت جايب في ماده دي مثلا، نفترض انت كنت جايب في ماده مثلا اف، لو انت جايب في ماده اف ورحت مثلا ايه ونجحت فيها بعد ما انت اخدتها، فالجي بي بتاعك تقريبا هيتنقل تقريبا نص، يعني من 4 او يعني حاجه زي كده. فانت مثلا لو انت مثلا كنت جايب في ماده اف تمام، والجي بي مثلا بتاعك 2.5 مثلا 3 و8 2 و8 كده، هتلاقي مثلا هتنجح مثلا في الماده جايب في اف دي مثلا فيها سي، هتلاقي الجي بي بتاعك مثلا ممكن يتنقل من 2 مثلا 8 لغايه 3، من مثلا 3 و1 2 مثلا لغايه ايه 3 و3 تقريبا. يعني انا عايز اعمل فيديو تاني طبعا خالص ان انا اشرح فيه نظام الساعات المعتمده كله يعني بالتفصيل، ويكون يعني دقيق، ما اقعدش اقول تقريبا مش تقريبا. فاللي بتكلم فيه انك انت الجي بي بتاعك دلوقتي ممكن يكون تعبان شويه علشان خاطر ايه يعني عشان خاطر انت مثلا في ماده جايب فيها، او مثلا في ماده جايب فيها دي، ماده جايب فيها سي، فانت مثلا تحسنها زي ما قلت لك، في عندك 15 ساعه بس، 15 ساعه بس انك انت ايه يعني، او 5 مواد بس تحسنها. فنفترض مثلا انك جايب في الماده دي وحسنتها مثلا وصلت لغايه بي، ف ده هيفرق كتير قوي. ان انت مثلا لو كنت جايب مثلا 1 مثلا و8، 1 مثلا ونص مثلا، وحسنت ماده من دي لغايه بي، فده هيخليك مثلا كنت جايب 1 ونص يخليك تجيب 1.9 مثلا، فاهمني؟ بس طبعا التحسين ده مش دلوقتي، في المستقبل على حسب بقى، نشوف بقى، يمكن تحتاج تحسن مواد تانية، يمكن تقول انا خلاص انا هتجيب في الترم الجاي امتياز ما تحتاجش تحسن، تقول خلاص انا الحمد لله كده فاهمني مرضي، على حسب. ولكن مكانك فيه انه اسوأ الاحوال يعني ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه يعني بص يا سيدي، هحسب لك حسبه تانية، عشان ايه برضو ايه تستريح. انا هحسب لك حسبه تانية عشان تستريح. بص دي احنا قلنا كام، احنا قلنا الدرجه، احنا قلنا الساعه باربع نقط، تمام. طيب احنا لو احنا جبنا في الساعه بقى دي، جبنا فيها دي، هناخد كام من الاربع نقط؟ واحد، هناخد نقطه واحده. هتقول لي ايوه بس انا كده ناجح، ازاي اكون جايب 1 من 4؟ هقول لك هو يعني ده النظام بتاع الساعات المعتمده، فللاسف ده شيء اللي هو فاهمني محتاج تعمل مجهود علشان خاطر ما تجيبش 60، ما تجيبش 65، ما تجيب 65 ليه؟ عارف اتعب شويه، فاهمني؟ عارف انت كانه عرض الكومبو، فاهمني؟ اللي هو لو انت جبت فاهمني 60 هتجيب 1 من 4، بس لو انت جبت 75 هتجيب 2.5 من 4، فاهمني؟ فهو يخليك ايه، طب ما اللي يخليني اجيب 60، طب ما ازود مثلا 10 درجات ولا حاجه، واجيب مثلا 12 درجه ولا حاجه، فاهمني؟ واجيب 2.5، اجيب 2.7 من 4، فاهمني؟ من اللي ممكن اجيبهم في النقط. فمثلا دلوقتي نفترض ان انت جبت في كل المواد دي، انت مثلا ما شلتها، انت جبت في كل المواد دي، تمام. فانت مثلا هيبقى انت ايه، انا نفترض انت خدت 17 ساعه، او خلينا ناخد 19 ساعه، 19 ساعه الترم اللي فات ده، الترم الاول، وجبت في كله، دي. فمثلا هنقوم ضاربين 19 في واحد، هتبقى 19، مش هنضربها في 4، بس هتكون جايب 19 من 76، تكون جايب 19 من 76، هنقسمها، استنى، هنقوم 16، هتكون جايب هتقوم جايب 16. يعني انت مثلا انت جايب دي في كل المواد، فانت ده اعلى حاجه تقدر تجيبها وانت جايب الدي من غير ما تحسن، هيبقى كام؟ فانا هحسبها لك اهو. احنا قلنا 16 قلنا 19 في 4 ب 76، وقلنا ان انت مثلا هتكون جايب 19 من 76، فاحنا هنقوم جايبين 76 دي منقصينها، ناقصها 19 هيديك 57، فاحنا هنقوم ايه جايبين 568 ومنقصينها، ناقص ايه، ناقص فين مفيش استنى، انا تهت، نرجع تاني نرجع تاني نحسبها. بص احنا هنجيب ايه، احنا قلنا كام؟ انا والله انا عارف انك انت عارف انا قلت ايه، بس انا ما عنديش ان انا ارجع الفيديو 10 ثواني عشان ارجع اللي انا قلته. فاحنا مثلا احنا قلنا 19 ساعه في 4 76 ناقص، انت كده دي النقط اللي انت نقصتها 57. لو انت كنت في كل المواد دي، انت نقصت 57 نقطة من ال 568 اللي انت ممكن تجيبهم اهو. بص هتبقى 568 ناقص
و 57 يا ربي، فهيبقى مثلا ايه 511. فهيبقى انت اللي متبقي لك لو انت ما حسنتش ماشي في كام، في 4 اهو، بص 3.5 يعني 3.5 والداخل في التسعه، وممكن تكون اصلا كتبت رقم غلط ولا حاجه، وتكون فاهم انت مثلا تقدر تجيب امتياز بالظبط على امتياز من 3.6 كتقدير عام ككل الكليه. فانت ممكن تكون اللي هو انت تقدر انك انت تجيب امتياز تمام لو انت كنت جبت في كل المواد دي وما حسنتهاش كمان. انت طبعا هتحسن المواد اللي انت جبت فيها دي، طبعا لازم تحسن المواد تكون فيها جبت دي او سي ماينس، مش لازم، بس يعني بالنسبه يستحسن انت اللي تعمل انك انت تعمل الخطوه دي لو انت عايز ترفع الجي بي بتاعك. فانت نفترض انك انت نجحت في كل المواد بس جبت فيهم دي، بس جبت فيهم سي ماينس، بس جبت فيهم سي تمام. ف يعني انت لسه قدامك انك تجيب امتياز بس قفل، وانت اكيد ما جبتش في كل مواد مثلا دي وهتسيبها كده، او ما جبتش كل المواد دي، اكيد مثلا جبت في ماده بي سي ماينس سي بلس سي هكذا، فاهمني ايه يا رب تكون جبت يا رب، يعني اكيد انا متاكد يعني. انا بس الفيديو ده طبعا عشان بس ما تبقوش عارفين ده الطبيعي، ولكن الفيديو ده علشان خاطر انتوا بتبقوا داخلين من الكليه لل يعني خلينا برضو نكون ايه، نتكلم برضو ايه جد شويه. بص انا عارف انك انت دي اول يعني اول مره تبقى مش طالب في التعليم اللي هو التعليم الاساسي، اول مره تكون طالب ما تكونش يعني في المدرسه. انت كنت من يا دوبك من كام شهر كنت تاخد معاك السندوتشات والمصروف، ويعني كنت انت حاسس انك انت لسه فاهمني، يعني انت في ثانوي بس كنت لسه مع فينا في المدرسه مع الناس بتوع اعدادي والناس بتوع ابتدائي، فكنت حاسس انك انت لسه صغير، ودخلت الحياه الجامعيه جديد لسه، فاول ترم ليك ومش عارف برضو الفرق ما بين الكليه وما بين الثانويه، وازاي الواحد مذاكره الكليه مختلفه، وفهمني وانت اصلا يعني انت لسه بتعاني عشان تقول الدكتور بدل تقول مستر، وتقول الحصه تقول مدرج، تقول المحاضره بدل تقول حصه، وتقول مدرج بدل ما تقول فصل. فلسه انت لسه داخل جديد. وكمان خليني برضو اكون صريح معاك، انت عملت طالما انت دلوقتي شايفني في الفيديو ده وفي المكان ده، فانت عملت مجهود كبير جدا 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 في الثانويه العامه. فطبيعي ان اول ترم انك انت تكون محتاج انك انت ترتاح، وانك انت تكون مش فانا عارف انك انت اللي هو متعود، انت واحد من الاوائل، واكيد دخلت الكليه عشان انت معناه انت شاطر جدا عشان دخلت الكليه دي اكيد. ولكن طبيعي ان الانسان ممكن ان هو يحصل له، طب وطبعا انا قصدي على الدروب هنا، انت اللي بتشوفني دلوقتي الدروب بالنسبه لك انت عارف هو تعريفه بالنسبه لك ايه. يعني ممكن حد يكون مثلا انت بتشوفني دلوقتي تكون مثلا جبت في ماده اف او شلتها، فانت بالنسبه لك ده دروب. ممكن حد تاني يكون مثلا جاب في ماده مثلا مثلا جيد ولا حاجه فبالنسبه له ده دروب. فعلى حسب كل واحد في رحله او في منافسه مع نفسه، ولكن اهم من الانسان يسعى ان هو ينافس نفسه ويبقى احسن من نفسه مش من غيره. فانت حاول ما تقارنش نفسك بغيرك، لان صدقني انت لو انت قعدت تقول انا جبت مثلا جيد جدا هتلاقي في حد جاب امتياز، جبت امتياز تلاقي في حد جاب بقى اميز منك فاهمني، جبت 4 من 4 فاهمني هتنام، ممكن تقول ما فيش حد قدي فاهمني، فما تجيب فالترم اللي بعده فاهمني ما تجيبش 4 من 4. فارجوك بص لنفسك بس، هدفك في الحياه دي هو انا لبست التيشيرت ده مخصوص عشان الفيديو ده، احنا اصلا في الشتاء وانا سقعان، بس عشان تبقى عارف ان الهدف هو انك انت تبقى افضل نسخه من نفسك، انت هو ده هدفك. فانا عارف ان هو انا بس ده مش افضل نسخه من انا في ثانويه عامه كنت مقطع الدنيا وكنت مش عارف ايه وبتاع وكده، انا عارف، ولكن خد نفسك بالوعي وما تجلدش ذاتك. انت الكليه كان فيها مواد برضو ايه، كانت يعني علميه، وانت ممكن تكون كنت ادبي، كان فيها مواد ادبيه وممكن تكون كنت علمي، فكان فيها مواد مختلطه، فانت برضو كانت اول تجربه ليك انك تاخد مواد برضو فاهمني، انت يعني مثلا ما بتحبش ارقام او مثلا ما بتحبش الحفظ فاهمني، وبرضو اول تجربه ليك جامعيه فارجوك ما تقسوش على نفسك، ما تتحملش عليها زياده. اهم حاجه تكون ذاكرت وعملت اللي عليك. لو انت ما ذاكرتش وعملتش اللي عليك وجبت درجه عاليه فانت لازم تقلق جدا، لان انت كده ماشي غلط خلاص. يمكن تكون انك انت وقعت في الاول مثلا او كده، على حسب بقى تعريفك للوقعه، ان جبت في ماده جيد او شلتها، او جبت في ماده جيد جدا بدل على حسب. بس يمكن تكون فاهم انت ما عملتش الحاجه اللي انت كنت عايزها، او الحاجه اللي انت كنت عايزها عشان بعد كده
تتعلم وتوصل ليها، وما تسيبش من حاجه من حذافيرها. يعني اللي هو فهمني، يمكن انت مثلا جبت في ماده مثلا الترم ده مثلا سي او دي، عشان خاطر الترم الجاي وكل الترمات الجايه تجيب فيها ايه، ما تجيبش ايه ماينس، هتجيب ايه، ما تسيبش درجه. وانا اديت لك اهو اعذار اهو، قعدت اقول لك يعني فاهمني، ممكن اقنعك للصبح ان النتيجه دي فاهمني ايه هي. يعني لو كانت بالنسبه لك انت مش راضي عنها، فهي ممكن اقول لك انه عادي ومش عارف ايه، واقعد ابرر لك. ولكن خلاص احنا بررنا وخلاص فاهمني، الواحد ايه يعني تقبل الموضوع. فجه الوقت فهمني انك انت تبقى عارف انه حتى ايا كان الظروف اللي عندك، خلاص فاهمني انت خلاص ده ترم، لو سمحت يعني ركز كويس جدا بقيه الترمات الجايه، علشان خاطر دي هي الفرصه، مش هقول لك الاخيره ولكن الفرصه فهمني يعني الباقيه، انك انت يعني تتخرج بامتياز. لو انت مثلا يعني زي ما شرحت لك ان جبت مثلا في مواد او كده دي او سي ماينس او كده، فارجوك ركز، لانك انت مش هتعيش حياتك غير مره واحده بس، فتعيشها باحسن طريقه. فانت بالنسبه لك انك انت تعيشها باحسن طريقه، انك انت تخرج مثلا وتلعب وبتاع براحتك، اعمل كده انت هتبقى راضي عن خلاص، بس ما ترجعش في الاخر ايه تتضايق. لو انت دلوقتي متضايق فانت ما عشتهاش باحسن طريقه، تمام. ولو انت برضو شايف برضو انك انت يعني فاهمني انك انت مثلا تعمل نشاطات وتتعلم مثلا حاجات برضو جنب الكليه، وتعمل مثلا اكتيفيتيز او كده، فده برضو هيكون كويس. وفي مقابل مثلا انك انت تجيب جيد جدا فمدى الامتياز، فتجيب جيد على حسب تفضيلاتك. بس اهم حاجه انك انت تكون عشت حياتك زي ما انت تكون زي ما كنت عايزها، زي ما كنت عايز تعمل. انت مش هتعيشها تاني خلاص. اليوم اللي بيعدي خلاص ما بيرجعش تاني. ولو ما عملتش حاجه في وقتها مش هيبقى ليها معنى. فارجوك لو سمحت كل يوم، كل ثانيه وكل دقيقه جايه تعيشها باحسن حاجه عندك، عشان هي مش هتتكرر تاني. وانا منتظر انك انت الترم الجاي، سواء انت كنت جبت امتياز الترم ده او ما جبتش، فان الترم الجاي تفرحني جدا 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 جدا، وتقول لي انك انت اتحسنت عن السنه الترم ده، حتى لو فضلت على نفس المستوى الدراسي او الدرجات، ولكن انت عندك حاجات زياده كانشطه، كانك انت بقى بتعرف تذاكر ازاي احسن، بقيت تذاكر اسرع، بقيت عملت ابحاث بطريقه ايا كان. انا عايزك تيجي تفرحني خلاص، وانا فخور بيك في كل الاحوال طالما انك انت عملت اللي عليك. افتكر كده كويس، لان هو ربنا دايما معانا، فلازم تبقى انت بتعمل عملك لوجه الله. لازم تبقى عارف انك انت مش تعمل ده علشان خاطر ترضي حد او كده، لا، تعمل كده عشان خاطر ترضي ربنا في المقام الاول. فارجوك اعمل عملك كويس، علشان خاطر زي ما قلت لك مش مهم الامتحان ده، المهم مش مهم يعني الامتحان اللي هو امتحان كليه، امتحان مدرسه، انت فاهمني، يعني مش اهم حاجه، بس اهم حاجه الامتحان الاخير. اتمنى تدعوا لي معاكم، تفتكروني بالخير، وبحبكم بجد. واكيد انتوا عارفين توصلوا لي طالما وصلتوا الفيديو ده، فعارفين انتوا توصلوا لي، انا موجود في اي وقت. ولكن حبيت ان اعمل الفيديو ده علشان خاطر مش عارف هعرف ارد على كل الناس ولا لا بنفس الطاقه وبنفس المعلومات وبنفس كل حاجه. وطبعا برضو يقدر القول، وركز جدا في يقدر القول دي، انه انا ما قلتش برضو كل حاجه يعني في الفيديو ده، وما قلتش احسن حاجه برضو عندي، ولكن انا عملت الفيديو فاهمني. فاكيد برضو اسال غيري، او يرجع يسالني تاني، او يرجع يتاكد معلومه او كده، لانه مين عالم يعني فاهمني. ممكن ما اكونش احسن حد برضو، عادي طبيعي، بس الفكره ان انا دي حاجه كنت عايز اعملها وعملتها. فانت مش لازم انك انت تعمل احسن بحث بس اعمله، مش لازم تذاكر احسن مذاكره بس ذاكرها. اعمل حاجه، اعمل ارجوك خلاص. زي ما قلت لك حاجه مش هتتكرر تاني، فعلى الاقل فهمني يعني ادخل الامتحان. يعني انت ادخل يمكن عالي، يمكن تجيب فيه تعمل فيه كويس يعني فاهمني. ادخل الحياه، تقبل الحياه اللي انت فيها دلوقتي، مين عالم يمكن فاهمني تنجح فيها. انا دخلت الكليه مثلا ما كنتش عايزها فاهمني، طب حاول انك انت تركز فيها، يمكن تطلع بيها بحاجه تانية جديده خالص. ما هو اصل دي حياتك بس. و اتمنى اشوفكم قريب على خير، بحبكم. اضافه بسيطه قبل بس ما الفيديو يخلص، وهو انه مش معنى انك انت عملت الحاجه وخلاص عملتها اللي هو عشان مثلا لو انت
ما كنتش عملتها، ما كنتش هتعملها بعد كده وعملتها مش باحسن طريقه، فده معناه انك انت تفضل كده. لا، انت عملت الحاجه دلوقتي دي وما كانتش احسن حاجه، بس انت عملتها عشان بعد كده تعمل احسن حاجه. وباذن الله فهمت دلوقتي مش كويس، بس بعد كده هتبقى احسن حد. مش مشكله، اعمل دلوقتي واشتغل وما يهمكش، وبعد كده هتبقى في شغلك احسن حد. ولكن في البدايه لازم انك انت تهتم انك انت تجتهد عشان بعد كده تبني نفسك. لازم العماره في الاول ما كانتش موجوده، في الاول كانت، بعد كده بدات عباره عن طوب. بس هل احنا هنسكن في طوب؟ لا، بس كويس ان الطوب موجود عشان بعد كده نبني طوب وخرسانه وهنعمل عماره. فاللي بتكلم فيه ان مش شرط نكون دلوقتي احسن حد، بس انت تبقى احسن حد. بس انت مش هينفع تبقى احسن حد من غير ما تكون مش احسن حد. فانت ازاي مش تبقى مش احسن حد؟ تمام؟ ها، وانت اصلا ما بقتش حد. انت فاهم؟ يعني ازاي انت ما جربتش وما عملتش حاجه خالص وعايز تبقى احسن حد؟ اعملها، وفي اللي مش تبقى احسن حد فيها، بس تعملها مره واثنين وثلاثه، تحاول وتحاول وتحاول لغايه ما تبقى احسن حد. فالهدف هو انك انت تبقى الاحسن. سامعني ولا مش سامعني؟ حتى مش دلوقتي احسن، مش ده مش ده المستوى اللي هيفضل، بس اهم حاجه انك تتطور، وانا متاكد انك انت تبقى احسن حد. سلام.